السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أنا مروة إبراهيم. دي قناتي على اليوتيوب تعلم الدراسات أسهل. النهاردة هنفتح وحدة جديدة، الوحدة الأخيرة في الترم الثاني، التوسع الاستعماري في أوروبا. كنا متكلمين قبل كده إن محمد علي اكتشف أجزاء في أفريقيا هو وخلفائه، وإن الدول الأوروبية كمان جت علشان تكتشف أجزاء في أفريقيا. نوع من الكشوف الجغرافية بقى، نوع من الاستعمار. فاحنا النهارده هنتكلم على الاستعمار في اوروبا. اول حاجه هسالها لك، يعني ايه استعمار؟ انت قلت لي الاستعمار يعني ان انا اخد الخير بتاع البلد، يعني ان انا استغل البلد دي. الاستعمار يعني دوله بتسيطر على دوله تانية، بتحكمها، بتاخد خيراتها، بتاخد ارضها، بتستغلها، بتخلي كل الشعب التاني ده يخدم مصالحها هي. يبقى معنى كلمة استعمار سيطرة دولة على أخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا، هي بتلعب حتى في أفكارها. سيطرة دولة على أخرى سياسيا اقتصاديا ثقافيا لنهب خيراتها واستغلال أراضيها، لنهب خيراتها استغلال أراضيها وشعبها. يبقى معنى كلمة استعمار، ما المقصود بالاستعمار؟ هو سيطرة دولة على أخرى سياسيا اقتصاديا وثقافيا لنهب واستغلال أراضيها وشعبها. طيب، في مفهوم تاني عايزة أقوله لك وخليه في دماغك كده عشان هنحتاجه. يعني إيه ثورة صناعية؟ عدت علينا الكلمة دي قبل كده. الثورة الصناعية بدأت في أوروبا لما الأوروبيين اكتشفوا آلة البخار. فجأة عرفوا إن آلة البخار ممكن البخار يدوروا بيه الآلات، يدوروا بيه مصانع، فبدأت إنتاجهم يزيد وفلوسهم تزيد. يبقى ما المقصود بالثورة الصناعية؟ هي تحولات علمية، حاجة علمية اكتشفوها حولت معاها الاقتصاد، غيرت شكل المجتمع، كل ده بسبب اكتشاف آلة البخار. يبقى الثورة الصناعية تحولات علمية واقتصادية واجتماعية، تحولات علمية واقتصادية واجتماعية كبرى بسبب اكتشاف آلة البخار، كبرى بسبب اكتشاف آلة البخار. أنا دلوقتي خدت تعريفين مهمين للجزء اللي جاي عشان أفهمه. يعني إيه استعمار ويعني إيه ثورة صناعية؟ استعمار إن دولة بتسيطر على الدولة التانية، بتسيطر على فكرها، بتسيطر على فلوسها، بتسيطر على الحكم بتاعها عشان تسرقها، تسرق فلوسها، تسرق شعبها، تسرق أرضها. تعال نشوف المرحلة الأولى من الاستعمار الأوروبي في أفريقيا. في البداية خالص الاستعمار الأوروبي بدأ على فكرة كشوف جغرافية. أنا أروح أكتشف الأرض، أوروبا تكتشف أفريقيا، وده كان في القرن ال15. وده كان في القرن، يبقى الاستعمار في أفريقيا مر بمرحلتين. الاستعمار الأوروبي في أفريقيا مر المرحلة الأولى في القرن ال15، وكانت عبارة عن كشوف جغرافية لأوروبا في أفريقيا. كشوف جغرافية، كشوف لأوروبا في أفريقيا. المرحلة الثانية يا ياسين كانت في القرن ال18، وده لما الأوروبيين اكتشفوا آلة البخار وقامت الثورة الصناعية. إيه اللي حصل لما اكتشفوا آلة البخار وقامت الثورة الصناعية؟ الفكرة إن إنتاجهم زاد أكتر بكتير من احتياجهم، بقى عندهم فائض في الإنتاج عايزين يبيعوه، عندهم ثراء، بقوا بيكسبوا فلوس كتير، الفلوس دي عايزين يستثمروها أكتر عشان يكسبوا أكتر. كل ما يبقى معاهم فلوس أكتر يبقوا عايزين فلوس أكتر. الناس كمان كترت، زادت، وتحول الشغل بدل ما هو زراعة يبقى صناعة. يبقى في نص القرن ال18 لما بدأت الثورة الصناعية. بالمناسبة الثورة الصناعية بدأت في بريطانيا واتنقلت لباقي أوروبا، يعني صاحبة الثورة الصناعية هي بريطانيا وبعدين اتنقلت لأوروبا. الثورة الصناعية لما بدأت في نص القرن ال18 اتحول الشغل كله من الزراعة للصناعة، وبدأ الاعتماد على الآلات الحديثة في أوروبا. هنا بقى النتائج المترتبة على اكتشاف الثورة الصناعية أو على قيام الثورة الصناعية: واحد، زيادة الإنتاج.
زي ما أنا قلت لك زيادة الإنتاج أكتر من الاحتياجات. رقم 2 تضخم الثروة ورؤوس المال. فبدأوا الأوروبيين إحنا عايزين مكان جديد نستثمر فيه فلوسنا، إحنا عايزين مكان جديد نبيع فيه المنتجات الزيادة اللي عندنا، إحنا عايزين ناس تشتغل عندنا وفلوسنا تزيد. فبدأوا الأوروبيين يتوسعوا في أفريقيا، استعمار بقى مش كشوف جغرافية. تعالى بقى قول لي المرحلة التانية اللي بدأت في النص التاني من القرن ال18 أسبابها إيه؟ فيما تفسر الاستعمار الأوروبي الأفريقي. الدول الأوروبية بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، دول كتير أوروبية وغيرهم كتير ممكن ما كنش قلته دلوقتي، عايزين يستعمروا أفريقيا ليه؟ ليه بيدوروا يستعمروا أفريقيا؟ طب ما تكتفي ببلدك وبالخيرات اللي عندك ويا سيدي صدر للخارج وانت قاعد في بيتك. ايه الفكرة يعني؟ أول حاجة لازم تعرفها ان الدول الأوروبية اتسبقت عشان تستعمر أكبر أجزاء في أفريقيا. كانت عايزة توفر مواد خام للمصانع بتاعتها، مواد خام زي القطن، زي المطاط، زي المعادن. تاني حاجة عايزة تفتح أسواق جديدة تبيع فيها المنتجات الزيادة اللي عندها، ما هو من بعد آلة البخار المنتجات زادت، يبقى فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض في الإنتاج. أول حاجة هتبحث عن مواد خام تشغل بها المصانع، تاني حاجة تفتح لنفسها سوق جديدة عشان تبيع فيها الزيادة في الإنتاج، تاني حاجة تستثمر الفلوس اللي على قلبها قد كده وتزود الفلوس بفلوس أكتر، استثمار رؤوس الأموال وزيادة الربح. تالت حاجة بقى هم لما بقى عندهم إنتاج زيادة وفلوس زيادة 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 بقى الشعب كتير. ما تبصلهمش دلوقتي، زمان كانوا كتير فعلا وبيخلفوا كتير، فكانت عندهم الأرض زحمة، الدنيا زحمة، ففي دول في أوروبا بقت بتهجر سكانها يعيشوا هنا في أفريقيا. حل مشكلة الزيادة السكانية عن طريق تهجيرهم لأوروبا. زي مثلا سكان إنجلترا كانوا بييجوا يعيشوا في جنوب أفريقيا، سكان فرنسا بيعيشوا في شمال وغرب ووسط أوروبا. بقى عندهم سكان كتير، الناس دي مش لاقية شغل، هي المصانع هي والإنتاج زيادة صحيح، لكن في سكان كتير مش لاقيين شغل، فكانوا بيجيبوا السكان بتاعتهم يهجروهم هنا في أفريقيا عشان يشتغلوا ويستثمروا. مثلا دلل، هيجي يقول لك دلل الزيادة السكانية في الدول الأوروبية دفعتهم لاستعمار أفريقيا. إنجلترا هجرت سكانها لجنوب أفريقيا، فرنسا هجرت سكانها الغرب ووسط وشمال أفريقيا. طيب تعال خش على السبب الخامس. أنا قلت لك أول واحد البحث عن مواد خام، تاني واحد البحث عن أسواق جديدة، تالت حاجة استثمار رؤوس الأموال وزيادة الربح، رابع حاجة حل مشكلة الزيادة السكانية والبطالة، خامس حاجة بقى الرغبة في تحقيق أمجاد قوية، عايزين يبقوا مسيطرين على أجزاء كتيرة من العالم. أكتر دولتين كانوا مسيطرين على أجزاء كبيرة من العالم إنجلترا وفرنسا. فإيطاليا وألمانيا عملوا مستعمرات ودخلوا في حروب عشان يقلدوا إنجلترا وفرنسا ويبقى هم كمان قوة عظمى مسيطرة على أجزاء من العالم، يبقى تحقيق أمجاد قوية زي إنجلترا وفرنسا. وبالفعل قامت إيطاليا وألمانيا باستعمار مناطق في أفريقيا زي ما عملت إنجلترا وفرنسا. آخر سبب، السبب السادس، إن هم يعملوا قواعد عسكرية في مواقع جغرافية مهمة، يحطوا جنود في أماكن استراتيجية علشان يحموا مصالحهم، يحموا طرق التجارة بتاعتهم. أنا دلوقتي قلت لك 6 أسباب للاستعمار، 6 أسباب استعمرت بيهم مش بس إنجلترا وفرنسا، كل الدول الأوروبية استعمرت أفريقيا. ممكن دلوقتي بعد ما قلتهم لك أقسمهم لك ال6 أسباب 3 حاجات: أسباب
اقتصادية، عايزين فلوس وأسواق، باينة اهي مفسرة نفسها. أسباب اجتماعية، البطالة والكثافة السكانية. أسباب سياسية وعسكرية، تحقيق الأمجاد وتأمين الطرق المواصلات وحماية المصالح. أقولهم تاني، 6 أسباب هقسمهم: سياسية، اقتصادية، اجتماعية. إن أنا أبحث عن مادة خام واستثمر فلوسي وافتح أسواق جديدة، اقتصادية. عارف السياسية إيه؟ أعمل قاعدة عسكرية أحمي مصالحي وأمن طرق التجارة. طب الاجتماعية، زيادة سكانية وبطالة، فوديهم يعيشوا في حتة تانية. عشان كده الدول الأوروبية استعمرت أفريقيا. تعالى بقى ناخد ازاي ضحكوا علينا واستعمرونا. احنا هبل قوي كده يعني نقول لهم تعالوا اهلا وسهلا ونفتح لهم حضننا؟ اكيد لا. في اسباب كتير اتبعتها الدول الاوروبيه لاستعمار الدول الافريقيه. اول حاجه الخداع السياسي. يعني مثلا ولنفرض ان فريق البنات القبائل العربيه اللي قاعدين في افريقيا، انتوا زعماء القبائل العربيه، والولاد الجيش الانجليزي البريطاني. حلو الكلام. فيجي لكم يقولوا لكم احنا عايزين نحميكم ونأمن الطريق ليكم ونعيشكم في امان، فتعالوا نعمل مع بعض معاهدة امضوا عليها ان احنا ندافع عنكم ونأمن لكم حياتكم. ويجيبوا جنود ويقعدوا في الارض واحدة واحدة جيل ورا التاني يثبتوا ملكيتهم ان الارض لا، دي الارض دي بتاعتنا، احنا اصحاب الارض. يبقى هم ضحكوا على زعماء القبائل واستملوهم وقربوا منهم وعملوا معاهم معاهدة ان هم يحموهم، وبعد شوية ادعوا ان المعاهدة دي حق ملكية للأرض. استغلال الشعارات الإنسانية، يبقى أول واحدة الخداع السياسي، تاني واحدة استغلال الشعارات الإنسانية. يعني أنا بريطانيا جاية أدافع عن الحقوق الإنسانية، جاية أمنع بيع البشر، جاية مكافحة الرقيق وهقعد هنا. فتقعد قال يعني علشان تمنع بيع البني آدمين وتحارب تجارة الرقيق. يبقى رقم 2 استغلال الشعارات الإنسانية لما احتلت بريطانيا جزيرة زنجبار بحجة إن هي يا عيني الكيوت اللي جاية تدافع عن البني آدمين وتمنع تجارة الرقيق. في فكرة ثالثة بقى قذرة قوي، إن هي توهمك إنها أحسن منك ومتفوقة عنك، وإنها لما تقعد عندك هتضيف لك، هتعلمك وتنظفك يا معفن. هو ده ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي. ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي تقنع الشعوب الإفريقية إن هي عندها حضارة وثقافة. فأنت يا معفن تطول تقعد جنب أوروبا وتتعلم منها؟ طب هي هتيجي تقعد جنبك وتعلمك. شوف احنا خايفين على مصلحتك ازاي، شوف احنا بنحبك ازاي. يبقى 1 الخداع السياسي، 2 استغلال الشعارات الإنسانية، 3 ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي، 4 النشاط التجاري. شوف بقى أنا جاي أقعد عندكم أعمل شركات وأعمل بنوك ونروق كده على نفسينا ونعمل نشاط اقتصادي. هتاجر يعني، أنا مش جاي أحتل لكم، أنا هشتغل وأنتوا تشتغلوا، أنا بريئة. الاستعمار الأوروبي. 5 سياسة الإقراض. إيه موضوع الإقراض ده؟ زي ما حصل مع مصر لو تفتكروا أيام الخديوي إسماعيل، معكش فلوس عايز تعمل مشروعات، أختك بريطانيا تسلفك واديك قرض بفوايد، ما تعرفش تسدد الفوايد، قرض تاني بفوايد وما تعرفش تسدد الفوايد، أقول لك لا عندك أنا عايز فلوسي. طب بص هبعت لك ناس من عندي يقعدوا في الحكومة بتاعتك عشان تسدلي فلوسي، وتبدأ تدخل الحكومات الأوروبية في الحكومات الإفريقية واحدة واحدة لحد ما يحصل الاحتلال.
يبقى 1 تراكم الديون، 2 فرض الرقابة المالية إنها تبعت لنا ناس من عندها في الحكومة بتاعتنا، 3 تبعت الجيش بقى ويلا بينا لحد ما تسد فلوسك اللي عمرك بالمناسبة ما هتعرف تسدها. رقم 6 الامتيازات الأجنبية. إيه موضوع الامتيازات الأجنبية ده؟ يعني مثلا رنا ورهف مش مصريين خلاص، بس انتوا بتدفعوا إقامة كل سنة أو كل whatever، يعني ليكي إقامة بتجددي ورقك صح؟ إيه رأيك لو إن انتوا مش مصريين وانا اديكم امتيازات؟ الامتيازات اللي هو حاجه كده اكسبشن يميزك عن سكان البلد الاصليين، ومش بس يميزك، ده يخليكي تستفيدي اكتر منهم وتعيشي احسن بالفعل من المصريين. تدخلي بضائع من غير جمارك، تبيعي مثلا حاجات في البلد من غير ما تدفعي رسوم للدوله، تخرجي وتطلعي وتجيبي اهلك وتقعدي وتمشي وتبيعي حاجات من مصر وتشتري حاجات من مصر، كل ده مثلا من غير رقابه على الدوله. الامتيازات دي بتديكي حق اكبر من حقك في الدوله اللي انت قاعده فيها، فبالتالي هتجيبي كل اهلك واصحابك واخواتك ومعارفك وتقعدوا، ومش بعيد تبلغي الحكومه بتاعتك فدولتك كلها تجيب جيشها وتقعد. ما انت عندك امتيازات مش بتاخديها في بلدك اصلا، خصوصا لو البلد اللي انت هتحتليها دي او هتقعدي فيها ثروات وخيرات اكتر من بلدك، صح؟ طيب هو ده الامتياز. الامتيازات ان الدوله بتدي الجاليات الاوروبيه بقى اللي هم ما لهمش الجنسيات حق التدخل في شؤون الدوله، حق ورا حق ورا حق لحد ما ياخدوا الدوله كلها. يبقى انا دلوقتي عشان ما تتوهش مني قلت لك 6 حاجات. اول واحده خداع سياسي، تاني واحده استغلال الاشعارات الانسانيه، ثالث واحده ارسخ فكره ان انا متفوق عنك، التفوق الاوروبي، رابع واحده النشاط التجاري، الخامسه سياسه الاقراض، 6 الامتيازات الاجنبيه. كده يبقى فاضل لنا حاجتين: الغزو الثقافي والاحتلال العسكري. الغزو الثقافي والاحتلال العسكري. الغزو الثقافي ان انا زي ما بيحصل دلوقتي، انا اسفه ان انا اقول لكم كده، ان انا معلومات من بلدي اديها لك واحببك فيها واقول لك ان هي احلى، زي قصه شعرك، زي لبسك، طريقه اللبس، زي الخط اللي في حواجبه، زي الخطوط اللي بتعملوها في دماغكم، زي تسقيط البنطلون، زي المقطع اللي بتلبسوه. كل ده غزو ثقافي، هو بيتفهك وبيوصل لك اللي هو عايزك تقلده عشان في الاخر تبقى انسان تابع. امع هو اللي بيحركك، زي العروسه الخشب اللي بيعملوها في المسرح دي، هم اللي بيحركونا. فدول لو جابوا جيش كمان شويه واحتلونا، انتوا كلكم جيل طالع كله بيقلدهم، اللي بيصبغ حته من شعره، واللي بيشيل مش عارفه شعره يعمل ايه، واللي يلبس لي بنطلون عامل ازاي وتيشيرت عامل ازاي، كلكم بقيتوا شبه بعض. وللاسف مش شبه قدوه عربيه مثلا، لا انتوا كلكم بتقلدوهم، بتقلدوا التافه بتاعهم، يا ريتكم بتقلدوا المحترمين. فانتوا كده هم غزوكوا ثقافيا. خلوا هو ده اقصى معلومات عندكم، مفيش ثقافه، مفيش وعي. فالخطوه اللي بعد الغزو الثقافي لو جو حرب، انتوا مش هتقدروا تحاربوا، لان انتوا ما اتدربتوش على ده من جوه نفسيتكم، ما تربيتوش على ده. هم وصلوا لك في الموبايل، وصلوا لك في التلفزيون، وصلوا لك في كل الوسائل اللي هم عايزين يوصلوها لك المعلومات اللي فسدت البذره بتاعتك من جوه. هو ده الغزو الثقافي، استخدام الثقافه كوسيله ان هو ينشر لغته، تبقى اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى، اللغه الفرنسيه هي اللغه الاولى، معلومات اللي بتاخدها منهم هي المعلومات الاولى، فتبقى هويتك ضعيفه. فكره انك تضحي بنفسك وتفيد بلدك فكره مستبعده، ممكن تكون مش موجوده اصلا. الاحتلال العسكري، وده ارسال قوه عسكريه للاحتلال، اي مقاومه من الشعب هم هيواجهوها ويقضوا عليها. يبقى انا دلوقتي خلصت معاك اساليب الدول ان هي تستعمرنا. خلي بالك، ركزي معايا حنين في الحته دي. لما سالتيني ايه بيستفيدوا ايه المستعمرين،
انا كنت قايله لك هم بيستفيدوا، عايزين مواد خام، عايزين اسواق، عايزين يستثمروا فلوسهم ويزودوها، عايزين يحلوا مشكله البطاله والزياده السكانيه اللي عندهم، عايزين يبقوا دول عظمى، الرغبه في تحقيق مكاسب، عايزين يامنوا طريق التجاره بتاعهم ويامنوا مصالحهم. استعمرونا ازاي وضحكوا علينا ازاي؟ حبه ضحكوا علينا وحبه لعبوا في دماغنا وحبه حاربونا بالقوه. اساليب الاستعمار: خداع استراتيجي، استغلال شعارات انسانيه، ترسيخ فكره التفوق الاوروبي، نشاط تجاري، سياسه اقراض، امتيازات اجنبيه، غزو ثقافي، واحتلال عسكري. الدول الاوروبيه لما بتحتلنا بتعمل ايه؟ السياسه المتبعه: بعد اذنكم انا هحتل لكم 20-40 سنه، هسرقكم واضحك عليكم، فلو سمحتوا اسمعوا الكلام علشان مش عايزه مشاكل ومش عايزه ازعل حد فيكم مني. فاحنا نقول لها اوكي، بس اسرقينا بسرعه وبالراحه. اكيد لا، اكيد لا. تعال نشوف الدول الاوروبيه سياستها معانا كانت ازاي. اول حاجه سياستها كانت لازم تبقى سيطرتها قويه على كل الدول الافريقيه، تضعف الشعوب الافريقيه وتستغل مواردها، وطبعا تحقق الرفاهيه لشعبها. يبقى السياسه ايا كانت السياسه اللي هتتبعها الدول الاوروبيه في افريقيا: تسيطر، تضعف الشعوب الافريقيه، تحقق الرفاهيه للشعوب الاوروبيه. تسيطر علينا، تضعفنا، ترفه عن بلدها. اول حاجه هتحد من الحريات، استحاله تديك حريتك وتقول رايك وتعلمك وتثقفك. اول حاجه منع الشعوب الافريقيه من ممارسه حقوقها او المشاركه في الحكم. بس احنا ممكن كنا نعمل مظاهرات. عملنا ياما. الكلام ده هناخده الدرس اللي وراه. الدرس اللي جاي هتاخد نماذج من ناس عملت مظاهرات وثورات لحد ما احنا اتحررنا. يبقى اول حاجه الحد من الحريات عن طريق منع الشعوب من ممارسه حقها في الحكم. ثالث حاجه قمع الحركه الوطنيه. يعني ايه قمع الحركه الوطنيه اللي بتعارض الاستعمار؟ يعني لما تيجي تقول راي ضد رايي اسجنك، اقتلك، انفيك في حته بعيده عن البلد. هو ده القمع. اول ما الاقيك كده هتكتر في الكلام وتعترض على السياسه بتاعتي انت واصحابك بره مصر، دول كانوا بياخدوا يتنفوا الاماكن بعيده لحد ما يموتوا او يتعدموا. زي مثلا اعتقال الزعماء ونفيهم خارج البلاد. الزعيم المصري سعد زغلول، الزعيم الغاني كوامي نكروما. اول حاجه قلتها ازاي قدروا ان هم يحققوا اهدافهم. ايه هي كانت اهدافهم؟ 3. اهدافهم يسيطروا على الافريقيين، على كل الشعب الافريقي، يضعفوه ويحققوا الرفاهيه لبلدهم. 3 حاجات عايزين يعملوها: يسيطروا على افريقيا، يضعفوا شعبها، يحققوا رفاهيه لبلدهم. 3 حاجات دول هيعملوهم ازاي؟ اول حاجه هيحدوا من الحريات، ما ينفعش تقولي رايك، ما ينفعش تشاركي في حكم بلدك. تاني حاجه هيعملوها اي مقاومه هتظهر هيقضوا عليها، زي ما نفوا الزعيم سعد زغلول، ده زعيم مصري، وزي ما نفوا الزعيم الغاني كوامي نكروما. معلش نفوا ازاي؟ يعني باخده هو واصحابه لجزيره هم برضو محتلينها، بس الجزيره دي عباره عن سجن، مكان بعيد هو معد ان هو يكون سجن، بيسجنوهم فيه بجيش بضباط سجن. طيب رقم 3 اتباع سياسه فرق تسد. يعني انت حبيبتي قولي لي على اللي بيعملوه مش هقول لحد، وانت بصي بتفتن عليكي ازاي، هي اللي بتيجي تقول لي، انا ما بقولهاش تقول لي. اتباع سياسه فرق تسد بيمزق الوحده بين الشعب، فالشعب ما يبقاش وحده واحده، بس بيسهل للمستعمر ان هو يسيطر عليك ويحتلك. والدول الاوروبيه على فكره اتبعت السياسه دي داخل دول كتير، ولحد دلوقتي بيحصل ان تلاقي حاجه اشاعه طلعت تفرق، ده في مسلمين ومسيحيين، ده في مش عارفه مين ومين، ده ساكنين فين ودول ساكنين فين، علشان لما الشعب يتفرق
الاحتلال يبقى سهل. مش هتلاقي الناس ايد واحده تدافع عن البلد. الشعب ما بيبقاش ايد واحده قدام الفكره الغلط، قدام ايد واحده قدام الظالم. لا، هو الظالم بيفرق. لما يبث روح الفرقه ما بينهم، السيطره عليهم بتبقى سهله. طيب التميز العنصري، الافارقه كانوا محرومين من حقوقهم اكمنهم يعني سود، خلاص، والاوروبيين جوه المستعمرات بيتمتعوا بكل الحقوق. فتحس ان الافارقه سكان البلد الاصليين عايشين اغراب، هم اللي ضيوف في بلدهم. يبقى التميز العنصري، الافارقه محرومين من حقوقهم والاوروبيين بيتمتعوا بكل حقوقهم داخل افريقيا، مما ادى الى شعور الافارقه انهم اغراب. طيب محاوله تدمير الهويه الوطنيه. ايه موضوع تدمير الهويه ده؟ ما تحسش ان انت انتمائك لافريقيا. تدمير الهويه ولاد، يعني الانتماء بتاعك ما يبقاش لافريقيا. انت احتلال انجليزي تتبع انجلترا في كل المجالات، انت احتلال فرنسي تتبع فرنسا في لغتك وفي مجالاتك وفي تعليمك. هو بيخلي الشعب اللي هو محتله يتبعه في جميع المجالات. فبلدك دي غانا انت مجرد اسم، مالي مجرد اسم، مصر مجرد اسم، الجزائر مجرد اسم، تبعيتك للدولة اللي محتلاك. فهمتوا؟ يعني لو احتلتك فرنسا فانت فرنساوي، فانت هويتك فرنسيه، بتتكلم باللغه، مش هويتك، انت مش هيديك الجنسيه، انت اقل منه، بتتكلم باللغه الفرنسيه، بتخلص ورقك باللغه الفرنسيه، مدارسك باللغه الفرنسيه، خلاص. يبقى الاساليب اللي حققت بيها الدول الاستعماريه اهدافها الحد من الحريات، قمع الحركه الوطنيه، اتباع سياسه فرق تسد، التميز العنصري، ومحاوله تدمير الهويه. الاستعمار قعد سنين كتير جدا. هل الاستعمار أثر في البلد؟ أثر في القارة؟ تأثيرات كتير جدا للأسف. للأسف تأثير الدول الاستعمار. دلوقتي قلت لك إن الاستعمار أثر فينا لما سرق خيراتنا، لما تمركز في قواعد عسكرية أجنبية لسه موجودة في مواقع مهمة، زي إن إحنا بنعاني وما زلنا نعاني من الفقر والديون بسبب إن خيراتنا وثرواتنا اتسرقت، زي إن إحنا تحولنا لأسواق ليهم، شعوب استهلاكية عشان إنتاجنا ضعيف، إحنا كاقتصاد ضعيف بسبب إن إحنا تعودنا نديهم المادة الخام وناخد منهم المنتجات. أنا كده خلصت الدرس، حلوا لي تدريبات الدرس، هستنى الأسئلة في الكومنتات، لايك كتير كتير كتير، مش شايفة كومنتات، عايزة كومنتات كتير، سبسكرايب. السلام عليكم.